الفيديو ده هعمل لكم مقارنة هامة جدا بين كارتين ميزة أي واحد هنا في مصر بيستعملهم، وهو كارت ميزة البنك الأهلي مسبق الدفع، وكارت فوري الأصفر اللي هو برضو من نوع ميزة. خلينا الأول نتكلم على البنك المصدر لكارت ميزة، فهو البنك الأهلي المصري. أما كارت فوري الأصفر فهو إصداره من بنك مصر بالتعاون مع شركة فوري. نوع الكارت الاتنين من نوع ميزة مسبقة الدفع. عمر المتقدم اللي يقدر يقدم على الكروت دي الاتنين 15 سنة، يعني انت في مصر دلوقتي تقدر تطلع بطاقة من أول 15 سنة. هتقدر ان انت تحصل على اي كارت من الكارتين دول بمجرد ما تطلع بطاقة شخصية ويكون عمرك 15 سنة. ازاي بقى بتقدم على الكروت دي؟ بالنسبة للبنك الاهلي فانت بتروح فرع للبنك الاهلي، اي فرع حواليك، بتاخد ورقة استقبال لا خدمة عملاء ولا تيلر، وفي الاستقبال بتقدم للموظف بطاقتك، تدفع 30 جنيه وبتحصل على الكارت وانت واقف، ورسالة التفعيل بتجيلك في خلال من 24 ل 48 ساعة. وبتقدر بعد كده تروح اي ATM تغير الباسورد، وبعد كده بقى تربطه بانستا باي براحتك. بالنسبة بقى لكارت فوري الاصفر، فانت مبدئيا كده بتنزل تطبيق فوري، وبعد كده تصور بطاقتك وبتقدم على الكارت، وبتروح اي فرع من فروع فوري بلس، بتمضي على شوية اوراق وبتاخد الكارت وانت واقف، وبتروح ماكينة بنك مصر قريبة منك بتفعل الكارت على طول. طبعا كارت فوري الاصفر مش بتدفع فيه ولا قرش واحد. صلاحية الكارت بالنسبة للبنك الاهلي المصري 5 سنين، وبرضه بالنسبة لكارت فوري 5 سنين. بالنسبة بقى للتطبيقات اللي بتشغل الكروت دي، بالنسبة لكارت ميزة فللأسف ملوش تطبيق خاص بيه. يعني لو انت عندك حساب اصلا في البنك الاهلي المصري هيظهر تطبيق الاهلي دوت نت لو انت رابط كله بنفس بطاقة الرقم القومي. لكن لو انت ما عندكش حساب ومجرد عندك كارت مسبق الدفع فملوش تطبيق. التطبيق الوحيد اللي تقدر تربطه بيه انستا باي، وتستعلم منه على الرصيد وكشف الحساب. اما بالنسبة لكارت فوري الاصفر فليه تطبيق خاص اللي هو تطبيق ماي فوري، ده بيدير الكارت بشكل كامل، تشحنه وتحول منه وتستعلم عن اي حاجه فيه والمصروفات والخدمات والكلام ده كله. امكانيه ربط الكروت دي بانستا باي زي ما قلت لك من شويه، كارت البنك الاهلي المصري بعد ما تفعله من خلال ATM الاربع ارقام السريه، تقدر على طول تربطه بانستا باي وتعمل له الIPA وتحول منه او عليه. اما بالنسبه للكارت فوري الاصفر فللاسف ما تقدرش تربطه بانستا باي، مش هيقبل معاك الربط. يكفي ان هو انت معاك تطبيق فوري بتستعلم منه، لكن تقدر تحول من اي حساب تاني على انستا باي على ال 16 رقم بتوع كارت فوري الاصفر. وكل شروحات الفيديوهات دي هتلاقوني سايبها لكم في وصف الفيديو. بالنسبه بقى لامكانيه استقبال الحوالات الداخليه، فتقدر تستقبل على كارت ميزه على 16 رقم بدون اي مشاكل، وبرده على كارت فوري الاصفر زي ما قلت لك من شويه بانستا باي. حد عنده حساب بنكي يحولك عليه او يعمل كارد ترانسفير ويحول على الكارت بتاعك. اما بقى بالنسبه لاستقبال الحوالات الخارجيه، فكارت البنك الاهلي تقدر تستقبل عليه حوالات من خارج مصر عن طريق اضافه 3 اصفار قبل 16 رقم، والشخص اللي بره مصر من تطبيقه البنكي بيعمل كارد ترانسفير ويحط 16 رقم وقبلهم 3 اصفار، وبالتالي يكونوا 19 رقم، وهتستقبل حواله من اي دوله في العالم وتحولك بسعر صرف النهارده بالجنيه المصري، وتقدر تسحبهم من اي ATM. اما بالنسبه لكارت فوري الاصفر فللاسف مفهوش الخاصيه دي. امكانيه التقسيط بالكارت، فكارت البنك الاهلي مش كارت كريدت كارد فما تقدرش تقسط بيه. اما كارت فوري الاصفر فمن جوه التطبيق فيه خاصيه التقسيط، فدي ميزه حلوه جدا. اما بالنسبه بقى للاستثمار بالكارت، فكارت البنك الاهلي ملوش تطبيق، مفيش خواص فيه تقدر تستثمر بيها. اما بالنسبه لكارت فوري الاصفر ففي خاصيه الاستثمار، ودي شرحتها بالكامل في الفيديو اللي في الوصف، وتقدر تاخد عائد كويس جدا ومتغير من فترة لفترة. بالنسبة بقى للدفع الدولي، طبعا الكروت دي متفقين ان هي بتدفع محلي في اي حتة داخل مصر، سواء اونلاين او في السوبر ماركات او في المحلات العادية. بالنسبة للدفع الدولي فكارت ميزة زي اي كارت مصري واقف في التعامل دولي، وهو كده كده اصلا كارت ميزة قبل حتى وقف التعامل الدولي كان بيتعامل جوه مصر. اما بالنسبة لكارت فوري الاصفر فبرضو التعامل فيه محدود جدا خارج مصر. طب ليه بتقول محدود ومش واقف تماما؟ لان في خاصية فوري باي جوه تطبيق ماي فوري، تقدر تدفع بيها اعلاناتك بتاعت الفيسبوك، اعلانات التيك توك،
وفي شوية تطبيقات تقدر بخدمة فوري باي دولية تقدر تدفعها من داخل تطبيق فوري. عشان كده بقول لك هو محدود مش بالكامل زي كارت ميزة البنك الأهلي المصري. بالنسبة بقى لشحن الكارت، فكارت البنك الأهلي المصري تقدر تشحنه من خلال ماكينات البنك الأهلي المصري بدون أي مشاكل، وتقدر برضو تشحنه عن طريق انستا باي، حد بيحول لك، لكن طبعا لو هو هيحول لك هتبقى الرسوم عليه اللي هي هتبقى 1 في 1000. وفي برضو خاصية التحويل من حساب لآخر جوه تطبيق الأهلي دوت نت، وفي كمان خاصية التحويل ما بين الكروت في داخل الاي تي ام، ودي سايب لكم الفيديو بتاعها في وصف الفيديو. بالنسبة بقى لشحن الكارت بتاع كارت فوري الأصفر، تقدر تشحنه من خلال فروع فوري بلس، تقدر تشحنه من داخل التطبيق عن طريق استخدام المحفظة الإلكترونية زي فودافون كاش أو أورنج كاش برسوم 0.57%. تقدر تشحنه من خلال التطبيق برضو بكارت بنكي آخر برسوم حوالي 1%. وتقدر تشحنه برضو من خلال ماكينات بنك مصر، تحط الكارت في الماكينة تعمل له إيداع من خلال الاي تي ام مجانا. تقدر تشحنه من خلال أي كشك فوري برسوم تتراوح ما بين 0.1% ل 1% على حسب بقى كل كشك بياخد رسوم خدمة قد ايه. وتقدر كمان تحوله من انستا باي على 16 رقم بتوعه برسوم 1 في 1000. وتقدر بقى تحول من شخص للتاني عن طريق تطبيق فوري، اللي هو عن طريق اليوزر بتحول من شخص للتاني وده مجانا. اما بالنسبة للسحب، فبالنسبة لكارت ميزة البنك الاهلي تقدر تسحب من اي اي تي ام خاصة بالبنك الاهلي مجانا. اما لو من ماكينة بنك اخر فهتبقى فيه رسوم 5 جنيه. وتقدر برضو تحول منه من انستا باي، يعني منه لكارت تاني او لحساب تاني برسوم 1 في 1000. اما بالنسبة للكارت فوري الاصفر فتقدر تسحب من اي فرع من فروع فوري بلس برسوم 0.1%، او من ماكينات بنك مصر مجانا، او من ماكينات بنوك اخرى برسوم 5 جنيه، او تحويل من شخص للتاني زي ما قلت لك كده من خلال تطبيق فوري. بالنسبة بقى لحدود الكارت، حدود كارت ميزة البنك الأهلي الحد الأقصى لرصيد البطاقة هو 200,000 جنيه. لو زاد عن كده الكارت هيتوقف وتحصل مشكلة وتضطر بقى تروح فرع البنك. ولو جايلك حوالة من بره أكبر من كده هتترفض، وللأسف برضو ممكن الكارت يتجمد. حدود القصوى للشراء اليومي بالكارت داخل مصر هو 30,000 جنيه، والحد الأقصى برضو للسحب النقدي داخل مصر هو 30,000 جنيه. أما الحد الأقصى لإجمالي الاستخدام اليومي سواء اي تي ام أو شراء من داخل مصر، يعني سواء أونلاين أو من محل من المحلات، هو 60,000 جنيه. والحد الأقصى للتعاملات الشهرية هو نفسه الحدود القصوى بتاعة الكارت هو 200,000 جنيه. بالنسبة بقى لكارت فوري الأصفر، فالحد الأقصى لشحن الكارت هو 300,000 جنيه، والحد الأقصى للسحب بالكارت 25,000 جنيه يوميا و150,000 شهريا. والحد الأقصى للإنفاق يوميا 60,000 جنيه وشهريا 200,000 جنيه. والحد الأقصى للسحب من ماكينات ال ATM في المعاملة الواحدة 20,000 جنيه. والحد الأقصى للسحب من ماكينات فوري للمعاملة الواحدة 5,000 جنيه. والحد الأقصى للسحب من فوري بلس 30,000 جنيه للمعاملة الواحدة. الحد الأقصى لشحن كارت فوري ببطاقة بنكية تانية عن طريق التطبيق في المعاملة الواحدة 10,000 جنيه. والحد الأقصى لشحن الكارت عن طريق المحفظة الإلكترونية من داخل التطبيق 15,000 جنيه للمعاملة الواحدة. أتحداك مش هتلاقي حد يقول لك كل التفاصيل دي بمنتهى التفصيل ده. أتمنى الخير والتوفيق للجميع. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك عشان تشجعني أستمر في المحتوى ده، واشتراك في القناة هيزيدني شرف. هسيب لكم مقالة كاملة فيها كل تفاصيل المقارنة دي في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.